بمعنى أنني ببساطة بدأت أدرك أن الحياة بعد انتهائها لا تنقطع. هذا كل ما في الأمر. كما تعلم، هناك كتاب بعنوان 7 أسباب وازنة للإيمان بالحياة الآخرة. يتضمن هذا الكتاب شهادات أناس عن أنهم طبعا هناك شيء ما بعد الموت، وهناك من خلق ذلك كله طبعا، وبعد الحياة على الأرض يوجد استمرار ما. أما كيف يبدو فلا أدري، لا فكرة لدي على الإطلاق. أي أن نظرية التطور لا تقنعك في كل جوانبها. نعم، لا تقنعني. عندما كنت تلميذا في المدرسة كانت تدرس لنا هذه النظرية على أنها العلمية الوحيدة، ولم تكن لدينا أي شكوك في صوابها. بعد ذلك عندما أصبحت أكبر سنا بدأت أدرك شيئا ما مختلفا، بدأت أفكر بشيء ما آخر، وبعض الأمور في هذه النظرية بدأت تبدو لي غير مفهومة أبدا وغير منطقية. فمثلا كيف يمكن أن يفقد كائن حي مظهره الخارجي هكذا ببساطة فتنجم عن ذلك مادة ما يتكون منها حيوان مختلف كليا لا يشبه سابقه في أي شيء؟ أي أنني لا أفهم تماما كيف ولماذا يجري ذلك. هذه مادة جدل مستمر بيني وبين الماديين في صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي. أقول لهم أنا لا أنفي ما هو بديهي في نظرية التطور، ولكن وضحوا لي كيف يمكن أن يحدث هذا دون تأثير من قوة عليا. وحتى الآن لا أحد يستطيع التوضيح. بشكل عام لا شيء في العالم ينشأ من تلقاء ذاته بحسب اعتقادي. قلت ذات مرة إنك لست الوحيد الذي يفكر بهذه الطريقة، ولك زملاء يشاطرونك الرأي. هناك تباين في الآراء، وهناك من زملائي من هو متدين جدا. حقا؟